اكبر خطأ بيقع فيه اي فريلانسر هو انه يفتكر ان العميل فاهمه وواثق فيه وكلمته سيف مش هتتغير، او انه يفتكر ان الموضوع بسيط مش محتاج شرح كتير، احنا فاهمين احنا بنعمل ايه. وعلى الرغم ان في بعض الاحيان ده بيكون بديهي جدا فعلا في الشغل، بس بتيجي لحظات والعميل بيروح يقعد مع مراته فتقول له انت بتعمل ايه، فيقول لها بعمل كذا، فتقول له ايه ده ما تعملهاش بالشكل الفلاني، ده حتى ابن اختي قال لي كده، وجارتي لما قعدت معاها اقترحت عليا كده، وزميله جارتي كانت بتقول لها عملت كذا يطلع حلو. هتدخل في دوامه كبيره مع العميل واهل العميل انت مالكش علاقه بيها، عشان ساعتها العميل هيغير فكره 90 مره معاك. وكانت البدايه الجميله للهيصه اللي انت دخلت فيها ديت، ما تقلقش انا عارف انت عاوز ايه وهعمله لك زي الفل. فلا يا صديقي، انت مش عارف انت عاوز ايه ولا العميل عارف هو عاوز ايه، انتوا محتاجين حاجه تعرفكم انتوا الاثنين هتعملوا ايه. وهنا بيجي دور اهم حاجه ممكن تعملها قبل ما تاخد شغل، انك تكون متاكد انك حاكم العقد بتاعك او طلبات الشغل يعني مع العميل بطريقه ما تبينش انك قافش وخانقه وبتكتفه، وفي نفس الوقت تضمن لك حقك انت وما يتلعبش بيك بعدين وما تتسوحش جامد جدا. ففي بدايه شغلي انا كنت عندي اعتقاد اني عشان اوصل للعميل اني فاهم وتقيل فمش لازم اخنقه بكلام كتير عشان هو مش فاضل ده وعاوز حد يريحه في التعامل في الشغل، فبالتالي كنت بتحرج ان اطلب منه حاجات اساسيه وبلف انا حوالين نفسي عشان اجيبها، مع انها كانت المفروض تتسال سؤال صريح. فتعالى اقول لك يا صديقي ايه اهم الاسئله اللي لازم تسالها للعميل قبل ما تبداوا شغل سوا. اول سؤال انا دايما بساله، ايه النتيجه النهائيه اللي انت مستنيها او متوقعها من شغلنا سوا، وهل عندك ريفرنس لده ولا لا؟ مثلا لو انت جرافيك ديزاينر فهقول لك انا مستني تصميم يكون بيوصل فكره كذا للشخص الفلاني اللي بيتابعني، وانا حابب الشغل يكون زي الريفرنس ده وبحبه بالطريقه دي بس يكون زياده فيها كذا وكذا. فده حلو جدا، احنا عارفين ريفرنس ومش هنختلف عليه سوا بعدين وهنبقى مثبتينه مع بعضين. وبعدها يجي سؤال تاني مهم جدا، الوقت المتاح معانا قد ايه، وهل في حاجه مستعجل عليها كبدايه عشان تبص عليها؟ وعشان خاطري ده سؤال مهم عشان بناء عليه انت هتظبط مواعيد معاليك وهتشوف تقسيمتك للشغل اللي هتبقى عامله ازاي، وهتشوف العميل هيظبطك في النص في وقت معين فتقدر تمشي بيه ولا لا. طيب فرضا لقيت ان الوقت مش مناسب معاك عشان تخلص الحاجات المطلوبه بالجوده اللي هو مستنيها، يبقى وقتها تعرف العميل على طول وتقول له ان ده هيبقى صعب يحصل حاليا وانك محتاج وقت اضافي عشان الجوده اللي اتفقنا عليها. وهنا نصيحه يعني هيبقى الاحسن انك توضح له على عجاله كده انت هتعمل ايه فهيأخرك كده، يعني تقول له لان لسه هنعمل كذا بعدين كذا وهنبحث عن كذا وهنبدا نشتغل على الديزاين مثلا بالطريقه الفلانيه، فهو يبقى متفهم اسبابك وعارف ان فعلا دي حاجه بتاخد وقت، فيبقى متفهم ان انت طالب وقت اكتر مما كان هو متوقع. وبعدها مهم تساله ايه نظام التعديلات معاك ومين الشخص المسؤول عن التعديلات ديت، انت يا عميل ولا حد تاني هيعدل معاك، وهل التعديلات ديت مدفوعه ولا نظامها ايه، عشان تبقى عارف راسك من رجليك وتوضح له انكم بالفعل معاكم ريفرنس شغالين عليه وماشيين عليه، والريفرنس دوت مش هينفع يتغير بعدين بعد ما تكونوا مثلا شبه خلصتوا الشغل، وده نوع من الاحتياط معاك عشان تبقوا انتوا الاثنين فاهمين الدنيا مع بعض، عشان يا صديقي ما تزعلش بعدين لو العميل شغل دماغه واشتغل. بعد كده هيجينا سؤال مهم جدا وانا عارف ان هو السؤال الاهم ليك انت، هتسال العميل ايه نظام الدفع، يعني لو على موقع زي ابورك مثلا فهل هنشتغل بالساعه ولا هنتفق على سعر ثابت للشغل بتاعنا؟ طيب لو انتوا بتشتغلوا بره المواقع ديت، وطبعا يا صديقي اوعى تشتغل بدون وجود جزء من الفلوس اللي انت استلمتها بالفعل اللي هو ما تعرفش تعمل دوت، ما تشتغلش بالحب كده وخلاص من فضلك عشان ما يضحكش عليك وبيحصل كتير. على الاقل اضعف الايمان خد 30% من المبلغ قبل ما تشتغل والباقي بعدين، وعشان كده الافضل انك تكون بتشتغل على مواقع من اللي بتثبت فلوسك عشان ما يضحكش عليك لا قدر الله. ودي الحقيقه هي اهم اسئله المفروض تكون معاك في اي وظيفه، والباقي بقى على حسب شغلك انت. يعني انا احيانا بطلب ميتنج حوالي 15 دقيقه سريعه كده قبل الشغل عشان نتناقش سوا، وممكن اساله بقى عن مين هم الجمهور المستهدف للبيزنس بتاعه، لاني بشتغل في مجال اداره قناه اليوتيوب فهيهمني ان اعرف ده. وبالمناسبه احنا عاملين كورس عن اداره قناه اليوتيوب كامل مشروح في حوالي 10 ساعات في كل التفاصيل المهاره ديت انت حابسني بقى عشان تعمل دعايه لكورسك صح؟ ورقه ده هي كلمتين في السكريبت بس. عموما انا هسيب الديسكربشن بتاعنا تحت لو حد مهتم عشان يعرف تفاصيل اكتر عن الكورس ده. وبروح اسال العميل كمان احيانا هو محتاج مني ابلغه بالابديتس ازاي، يعني هل كل فتره، هل ندخل ميتنج سوا مع بعضينا نتناقش كل اسبوعين مثلا، ولا على حسب شغلنا هل هنظمه له في فايل زي نوشن وابعت له اكسس عشان يتابع عليه ويعرف الدنيا ماشيه ازاي، واحط له ابديتس يوميه ولا كل يومين، ولا الدنيا هتمشي ازاي عشان يبقى معايا في الشغل بدون ما يضطر هو يسالني كل شويه. وطبعا اوعى تشارك وسائل تواصل خارجيه بدون وجود عقد ما بينكم ويكون العقد دوت اتقبل على الموقع، وده عشان ما تتسوحش وتخسر الاكونت بتاعك لا قدر الله. بعد ما تبقى عملت الحاجات اللذيذه دي وقتها اقدر اقول لك انك لميت الاساسيات اللي انت محتاج تعرفها من العميل قبل بدايه شغلك باذن الله، عشان ما تغلطش غلطه برعي وتلاقي نفسك مكانه كده بعدين. اشوفك على خير يا صديقي في نهايه السلسله ديت سباعي
هو انت خلصت؟ الحقيقه يا برعي، في حاجه ولا ايه؟ طيب انا ايه مش هغير الطقم اللي انا لابسه ده؟ مش هتاخدني معاك البيت عمر يعلقني او يدوس عليا بالعربيه يكسرني تاني؟ انت هتسيبني لوحدي ولا ايه يا سماعي؟ بص يا برعي، هو انا موافق بس بشرط. وانا موافق على الشرط ده، امرني. لما هتخرج من هنا يا برعي هتعلم غيرك اخطائك اللي انت وقعت فيها، وهتنصحهم يعملوا ايه الصح، وتعترف انك اخطات ومش هتكرر الغلط دوت تاني. تقصد اني اصنع محتوى؟ هو لو انت مش حابب ما تقلقش، دوت مش شرط اساسي يعني ان انت تصنع محتوى عشان نفرج عنك. مش حابب ايه؟ ده انا اكسر الدنيا ولع الدنيا مرعي جاي. ده انا هخليك تقفل الاكونت بتاعك، ده محدش هيتابعك تاني، ده انا هسوحهم كلهم، قصدي هشرح لهم كلهم. هو احنا اتسرعنا ولا ايه؟ بس ما تقلقوش، هو هيبقى محتوى منفصل عني على القناه، عشان انا عارف ان برعي عليه خلاف كبير، وفي ناس مش طايقاه اصلا، وفي ناس حباه اكتر مني. يا اسطى ما حدش بيحبك اصلا، شوف انت رايح فين. طب ايه، انت لسه ما خرجتش حتى؟ انا اسف يا صاحبي، بحبك يا سماعي، هشترك في قنواتك ما تقلقش. اشوفكم على خير يا اصدقاء، واستنوا قناه برعي قريب. السلام عليكم. هو مش مشترك في القناة لحد دلوقتي؟ انا برعي مش مشترك في القناه. ازاي براي مش مشترك في القناة لحد دلوقتي؟ انا هقولها ولا هو برعي؟ انا عجباني كده، انا المنتج والمخرج والمصور والفيديوتور والفيديوغرافر. ماشي يوتيوب سبيس. هو برعي. خمسة. برعي.